المدير. يوميات مدير مدرسة. واحنا ببعثة دراسية لفرنسا كان الهدف الدراسة الجامعية، ولينا حضور داخل مدارس في المجتمع الفرنسي. سألت معلمة فرنسية في المدرسة الثانوية اللي كنت بروحها: Avec la rentrée, les élèves de maternelle et première, ils pleurent le premier jour de l'école. هل التلاميذ في سن الحضانة والابتدائي بيعيطوا مع أول يوم في المدرسة؟ الإجابة كانت نو. عرفت منها إن المجتمع والدولة بالمؤسسة التعليمية كل واحد من دول بيشجعوا ويحفزوا التلاميذ على حضور المدرسة. الموضوع كبير مش صغير، وعشان أقول دور كل واحد محتاجين أكتر من فيديو. خليني أبدأ معاكم بالسيد مدير المدرسة اللي ركز عليه وزير التربية والتعليم. وعشان نقول ده مدير ناجح لازم يكون عندك رؤية في إدارة مدرستك، وإزاي أحقق الرؤية دي، وإزاي أخدها من مجرد كلام مكتوب على لوحة وتقدم منتج إنساني تعليمي متميز حتى مع قلة الإمكانيات. أولا، لو المدير فاكر إن هو لوحده قادر على إدارة مدرسة، معلش أنصحك بلاش تكمل وارجع عن اختيارك كونك مدير مدرسة، لأن من أول عامل المدرسة الجميل الصبور والمعلم والإداري بالمدرسة لحد وكيل مدرستك حتى الموجه والمتابع وولي الأمر، ده التيم بتاعك اللي هتلعب معاه عشان تقدر تقدم جيل فاهم وواعي متعلم مثقف قادر يحقق أمله. عايزك كمدير مدرسة تسأل نفسك كل يوم الصبح: ازاي اخلي مدرستي تجذب الطالب؟ هنعمل ايه؟ بعيد بقى عن اعمال السنة او كراسة الواجب والتقييم الاسبوعي، كل دي حاجات جميلة. عايزين نخلي العيل عنده اقبال داخلي من نفسه، ما يكونش مجبر عشان نسبة غياب وأعمال سنة. حسس العيل، حسس الطالب في المدرسة إنك أمه وأبوه وصاحبه كمان. عيل ينزل مدرسة وهو مش كاره يدخل المدرسة، هنا هتقدر تحقق هدفك. ايه المشكلة لما ادخل فصل واقفل الباب واقعد مع الطلبة لوحدي؟ ويا سلام لو اقترح عليهم صندوق مقترحات الفصل اللي كل اسبوع يجمعوا ويقدموا رائد الفصل، لان الطلبة دول هم الهدف النهائي. جربها وشوف مردودها عند الطالب على جميع المستويات، هتغير سلوك الطلبة ويحسوا بالأمان. خد عندك ولي الأمر هيتبسط جدا ويحس إن في حد مسؤول بيخاف على ولاده، وهتلقى ولي الأمر بيحاول يتواصل معاك بأي شكل عشان يشكرك، وده حافز معنوي وجانب مهاري جاذب للطالب في المدرسة. تعالى الجانب مهاري تاني لمدير المدرسة، دوري مع المعلم. لو ما قدرتش تكتشف المعلم اللي عنده القدرة والموهبة والعلم والإبداع جوه مدرستك، آسف هقول لك كمان مرة: غير مسارك بعيد عن الإدارة المدرسية. الحضور والانصراف مش مقياس نجاح، تحضير الدرس على الورق مش مقياس نجاح. مقياس النجاح عمل مؤثر ملموس مع الطلبة جوه الفصل. ايه رأيك كمدير مدرسة تاخد زمايل المعلم في نفس المادة وتعملوا زيارة للمعلم داخل الفصل؟ ولو عندك الجانب التحفيزي للمعلم هتقدر تخلق المعلم اللي بيقدم أنشطة تربوية وتعليمية جوه الفصل، المعلم اللي الطلبة بتنتظر حصته ويمكن يقول لك أنا باجي المدرسة عشان حصة الأستاذ فلان، الحصة اللي ما فيهاش طالب لا نايم ولا قرفان ولا زهقان.